حكايتنا يا روح قلبي حكاية ومفيش للشوق بينا. مستر حازم، هلا والله. منور. نورك. احنا فين؟ شرفتنا في حكايتنا الاول. حكايتنا حلو. حكايتنا اكيد طبعا. الاسم جه منين الاول؟ حكاية كل واحد فينا. حكاية كل واحد فينا. طب ادينا فكره ايه حكايتنا ده منتدى ثقافي معمول اصلا عشان شباب الثوره يقدروا يجوا يعملوا يعرضوا فنهم ويعرضوا كلامهم يبقى في منفذ او منفذ للناس يقدروا يتكلموا فيه. هيبقى في نشاطات فعاليات، في نشاطات شعريه وفنيه وورش عمل كل حاجه. بدأوا الناس ان هم يجوا يعني؟ اكيد طبعا بدأوا الناس ان هم يجوا، ده مكانهم قبل ما يكون مكان اي حد عنده فكره، عنده وجهه نظر، عنده ورشه عمل جديده، فكره جديده ممكن تفيدنا، اهلا وسهلا بيه. ادينا فكره كده عن النشاطات اللي انت ناوي تعملها هنا. ورش عمل، ورش فنيه، ورش تصوير، ورش اخراج، ورش منتجات جلديه، ورش رسم، اي ورش فنيه تنفع، ندوات عن كتب، مناقشات ثقافيه لكتب معينه. تستضيف ضيوف معينين، كتاب ان شاء الله الفتره الجايه يبقى في استضافات لناس زي مين كده؟ ادينا فكره. يعني بنطمع ان يشرفنا الدكتور علاء الاسواني ومعظم الكتاب اللي بيكتبوا دلوقتي سواء من الشباب او من الكبار. ان شاء الله بنحاول نتفق معاهم يجوا يشرفونا هنا في توثيق معاهم باذن الله. عايز يوصل لك ازاي؟ في بيج على الفيسبوك؟ لينا بيج على الفيسبوك اسمه حكايتنا بالعربي، يشرفونا عليه، والعنوان بتاعنا متوحد، احنا شارع هدى شعراوي قدامكم الدور على طول. شارع هدى شعراوي قدامكم الدور. هيلاقوا مكان مجنون كده يعرفوا ان هو ده حكايتنا. هيلاقوا مكان شبهنا. حلو قوي الكلمه دي، فسرها لنا بقى. مكان شبهنا، شبه اي واحد فينا، مكان شبه مصر، شبه الثوار، شبهنا كلنا، عشان ده نعمل حكايتنا كلنا. مبروك يا حازم وبالتوفيق يا رب ان شاء الله، وندعو كل الناس، كل شباب مصر شرفونا ان شاء الله، شرفونا في حكايتنا باذن الله. شكرا. ومفيش للشوق بينا نهاية، ده من أول ندى الحب ابتدى، ولا عمري عشقت أنا بالشكل ده. من أول ندى الحب ابتدى، ولا عمري عشقت أنا بالشكل ده، غير لما